يوسف مصطفى رجب. اهلا بحضرتك. السؤال بتاع النهارده، لما بتكون متضايق مين اول شخص بتكلمه؟ خطيبتي. طيب انت شايف، طب قبل خطيبتك كنت بتكلم مين؟ مامتي. مامتك. طب ماشي تمام. السؤال التاني، طيب ايه اكتر مكالمة جاتلك فرحتك؟ خطيبتي برضه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. خطيبته. ماشي تمام. طيب ايه الحاجة اللي بتصرف فلوسك عليها وانت مبسوط؟ انا ما اعرفش يا ست هاني، انا ما بعرف اقول على طول. على نفسي. تعرف عليك؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. تعرف عليك. مين؟ انت اسمك ايه؟ حمزة. يا حمزة، حاجة بتصرف عليها فلوسك وبتبقى مبسوط، ايه هي يا حمزة؟ النيتي. النيتي انا على طول بجيب نيتي. بتجيب نيتي على طول يعني؟ طيب يا حمزة، لما تكون زعلان اول حد بتكلمه مين؟ اول حد بكلمه واد عمتي. واد عمي، هو القريب منك يعني؟ اول لما تكون زعلان بتكلمه على طول؟ لا يا حمزة، انت في سنة كام يا حمزة؟ تانية. سنة تانية. تانية ابتدائي. يا حمزة، ممكن تقول الكلمة دي ورا بعض 5 مرات عشان ليك جايزة، ماشي؟ شمس مشمسة وشمس مش مشمسة، ورا بعض يعني. شمس مش علي صوتك، علي صوتك بقى. شمس مشمسة وشمس مش مشمسة. شمس مش مشمسة. شمس ورا بعض على طول يعني. شمس مشمسة وشمس مش مشمسة. يلا هتيجي معاك. شمس مشمسة وشمس مش مشمسة. شمس مشمسة. شمس مش مشمسة. على طول ماشي، هتيجي معاك. حلو عشان تاخد الجائزة بقى. جيزة. ايه؟ هالجائزة لسه شمس مش مشمسة. شمس وقمر. مشمسة. تعرف بحضرتك؟ اخوك احمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الحاجة اللي انت بتصرف عليها فلوسك وانت مبسوط جدا؟ الحاجه اللي تبسط اولادي. ربنا يخليهم لك. طب ايه اول شخص لما بتكون متضايق بتكلمه وبيجي في بالك على طول؟ ابويا. ربنا يخليه لك. طيب اكتر مكالمة بتيجي فرحتك او حاجة فرحتك؟ لما عرفت ان اخويا جاي من السعوديه. ربنا يخليه لك. تعرف عليك؟ اسمي ياسين طارق. ياسين، ايه الحاجة اللي بتصرف عليها فلوسك وانت مبسوط؟ الرياضة. الرياضة. طيب لما تكون زعلان اول واحد بتكلمه مين؟ ماما. هي اقرب واحدة ليك صح؟ طيب هقول لك جملة وتقولها ورايا بسرعة 5 مرات عشان تكسب الجملة. شمس مشمسة والشمس مش مشمسة. شمس مشمسة والشمس مش مشمسة. على طول يعني. شمس مشمسة والشمس مش مشمسة. 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 سنة كام؟ في سنة روعة. اهلاوي ولا زملكاوي بقى؟ أهلاوي. اتعرف بحضرتك؟ أنس مؤمن. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الحاجة اللي انت بتصرف عليها فلوسك وانت مبسوط؟ الأكل. خد يا حسين، امك بعتلك شويه المشي دول. ربنا يبارك فيها. تمام. طب ايه اول حاجة دي بيجي في بالك تكون لما تكون متضايق عايز بتكلمه على طول، يعني بيجي في بالك على طول تروح تكلمه؟ أمي. ربنا يخليها لك. تالت سؤال معانا، هو ايه المكالمة اللي جات لك وفرحتك؟ والله مش فاكر، بس هي في مكالمة جات لي قبل كده لما نجحت في ثالثة إعداد. تمام، بالتوفيق ان شاء الله. تاني لما اتقابلت وأنا بلعب كورة. تعرف عليك؟ عبد الله محمود. عبد الله، زميل المهنة البوليجر عبد الله. حاجة بتصرف عليها فلوسك وانت مبسوط يا عبد الله؟ ماذا اقول واي شيء يقال، واي شيء يقال بعد كل ما قيل، وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ بص، هو عامة في 100 حاجة، انت فاهمني؟ حاجة منهم بقى واحدة. والله هو بص، يعني هو هيبقى كذاب اللي بيقول لك ان الفلوس دلوقتي بقت ليها قيمة. انت دلوقتي لا مؤاخذة ال 50 جنيه بتنزل بيها يعني بتخلص قبل ما انت فاهم، بتقول دي فلوس.
وغير كده يعني ما فيش يعني كلها حاجات حاجه من الخروجات. يعني ما هقول لك ايه، ما فيش غير كده. لما تبقى زعلان بقى اول واحد بتكلمه مين؟ والله بص، يعني هو واحد مطلع عيني في الدنيا بس صاحب يعني صاحبك. اه هو اللي بتشكي له اول ما تكون زعلان لا لو من ناحيه الشكي يعني، ما هي برضو على حسب، ما هي برضو تتنوع. لو مشكله تبع انا اكيد امي اول واحده اروح لها طبعا. هي اللي بتشكي لها اول حاجه. ايوه. اما مكالمه جاتك وفرحتك اول يا اخي الحاجات دي يعني ما فيش حاجه ممكن تفرحني من تليفون يعني. بس لو جت حاجه، لو اي مكالمه يعني جت في حياتك وفرحتك، لو انا مثلا والله يا اخي ما فيش حاجه بتفرح في الدنيا دي بجد والله. ليه كده ليه كده هتقفلها؟ اي حاجه في الدنيا مش حتى واحده قالت لك انا بحبك انا؟ والله بص، هو عامه البنات دي يعني مش هقول لك حاجه عاديه، بس ما مش البت اللي تخليك تفرح في الدنيا اللي احنا طالعين فيها دي. يعني شايف ان مثلا ان هو الصحاب الوقت ده زي زمان ولا؟ بص، هو مفروض في مثل واحد اي حد يمشي بيه، صاحبك دراعك وعمك قرشك. ده احلى حاجه سمعتها في 2024 يعتبر. اصل بص، احنا في نهايه 2024 بقى، تقول كلمه بقى لصاحبك اللي انت مثلا لما تكون زعلان بتشكي له. اسلك بس، هي دي احلى حاجه.